القصة هذا رجل اسمه راشد، قصة حقيقية. وراشد هذا كان أي استراحة أو أي مجموعة شباب يكون فيها واحد يضحكهم يوسع صدورهم يجيب نكت، فكان الاستراحة هذه فيهم واحد جاد وفيهم واحد غاضب فيهم، لكن هذا كان يسخر ويضحكهم، وإذا جاء الاستراحة ما يبونه حتى يقطون عنه علشان يحضر. وهو متزوج وتوه متزوج له 2 سنين، وإذا جاء دور أشياء غريبة وقام يستلطف بها على أخوياه، أما يقول لهم قصة ولا شاف له موقف قاله يقطع سمودهم من الضحك. وترى يا إخوان هذا المنظر موجود في كثير من استراحات. أنا أعتبر أنه فيه جزء من اللهو البريء، لكن لا يصل الأمر أنك تستهزئ بالآخرين. هذا ذاك اليوم قبل ما يروح الاستراحة يقول مريت لي على بقالة ولقيت لي كفيف يتلمس الأغراض يجمعها، فكان طريقة بحثه عن الأغراض فيها نكتة وفيها طرفة في وجهة نظره، فقام يراقبه حتى أتقن حركاته. فيوم جاء عند ربعه قال والله شفت لكم منظر. قالوا وش شفت؟ قال شفت واحد هذا شكله هذا وقاموا يلقط الأغراض وقال كذا، فقعدوا يضحكون عليه ضحك ما بعد ضحك إلين الساعة 2 وهو مبسوط ويرى أن هذا سبحان الله فخر له سعادة، لكنه استهزأ بخلق من خلق الله وأن الرجل كفيف الوزن. رجع للبيت، يوم جاء البيت أثر زوجته على وشك ولادة وكانت في حالة تعبانة، خذها ووداها المستشفى. يقول قعدت معها في المستشفى 7 8 ساعات، لكن قالوا ما بتتأخر ولادتها. يقول رحت البيت وأعطيتهم رقمي، يقول يوم جاء بكرة الساعة 9 اتصلوا علي قالوا مبروك جاك ولد. ركبت السيارة ورحت المستشفى. يقول يوم دخلت عليهم قابلت المرضى قالت أول شيء الدكتورة تبيك. يقول يوم جيت الدكتورة سلامات قالت والله زوجتك جابت ولد. قلت الحمد لله. قالت بس في شيء. قالوا شو؟ قالت ما له عيون، كفيف بس ما له عيون مرة، يعني زي الله يعافينا. يقول والله ما طرى علي إلا اللي ترى البارح اللي استهزيت بالبارح. يقول يضيق صدري يضيق ما تتخيلون. يقول ما بغيت اروح اشوفه في الحضانه، رحت لزوجتي اثرهم معلمين زوجتي وقالت الحمد والشكر لله همه طيب وبخير، قالوا كل شيء فيه سليم ما عدا انه ما يشوف. قالت الحمد لله ما فيه نقص في عقله ولا نقص في هذا. يقول انا لا انزعجت. يقول استلمنا الولد ورحت البيت، يقول كل ما شفته ضاق صدري، كل ما دخلت البيت شفته يسار رحت يمين. الام سبحان الله انزل عليها رحمه على هالولد وقامت تربيه تربيه حسنه. يقول يوم كبر وبدأ يمشي صار بعد فيه عرجة، إضافة إلى أن ما له عيون صار فيه عرجة. يقول سبحان الله عشنا مع هالولد ورزقنا الله ببدر ورزقنا الله بفيصل. الولد اسمه ناصر والأبو اسمه راشد، تذكروا الأسماء. يقول أنا إذا سمعته يمين رحت يسار، أبي عيالي 2 بس هالولد هذا ما عاد بيشوفه. عجيب. ولا زلت على غيي. يقول ما ابي اشوفه ولا ابي اقابله. الام حرصت على هالولد اكثر من العيال الثانيين. يقول انا لا زلت اروح الاستراحه ولا زلت اروح اضحكهم ولا زلت نطلع البر ولا زلت استانس. ما تاثر بالموقف؟ ما تاثرت، ومثل ما قلت لكم يقول قليل اشوف الولد، ان شفته في الصاله رحت غرفه النوم وان شفته في غرفته رحت للصاله. الولد وصل عمره 12 سنه واخوانه مثل ما تقول 9 و8 اللي بعده. يقول ذاك اليوم صلاه الجمعه اخوياي موعديني اطلع البر معاهم، وقمت الساعه 10 ابى اروح اطلع. يقول يوم التفت ولا يصيح الكفيف ناصر وش فيك؟ يقول انا شفت صياحه وضاق صدري اول مره اروح له في الصاله. يقول ها توك تدري ان عندك ولد اسمه ناصر؟ ترى القصه حقيقيه. الولد يقول لابوه يعني كبر شوي، اي عمره 12 او 10 سنوات. قال يا ولدي الا داري، قال ولا اشوفك ولا تلعب معي ولا تضحك معي يا ابوي، اخواني كل ابوهم ليش تفرق بيننا؟ يقول سني تاثرت. قلت شو مصيحك؟ انا حاضر ايش تبي؟ قال احتري اخوي راشد وفيصل يودوني المسجد. كنت باقي على الصلاه 2 ساعتين، يعني الحين 1:30 ونص. قال لا بالصف الاول. اذر كل جمعه يودون الصف الاول. يقول وانا والله تزلزلت، انا كنت بنحاشه بطلع من الرياض عشان اصلي، ما اصلي صلاه الجمعه اصلي الظهر، لكني تاثرت واتصل على اخويا قلت ماني بجايكم. واخذ الولد قلت يلا بيوديك واحد ان شاء الله. قال منه اخويا فيصل ولا راشد؟ قلت لا انا اللي بوديك. يقول وانا اخذه مو مصدق الولد، اول مره اوديه المسجد. يقول انا ادخل صلاه الجمعه يقول لا تحطني الا في الصف الاول.
قلت يا ولدي الصف الاول مليان. قال دورني مكان. يقول ودي لين وصلت الصف الاول. يقول يوم تسننا انا وراه ما لقيت لي مكان. يوم تسننا ابوي قلت نعم. قال عطني مصحف. قلت انت ما تشوف؟ قال لا ابى اجمع بين قراءة القرآن في حفظي وبين شو اسمه الاطلاع عليه. يقول اجيب له مسنده. قلت له افتح له على سورة الكهف. اذر حافظ سورة الكهف يقراها ويحط اصبعه يبي يجمع. يقول انا اقعد وراه اصيح ولدي حافظ سورة الكهف وانا حتى صغار السور بعد غلطان فيها. اثر ما شاء الله الام تعبان تنعلل وتعب شديد في التحفيظ وفي هذا. ام مدرسة يا الله يا رجل يا جمالها. يقول واقعد وراه. يقول يوم جاء الشيخ وخطب وصلينا وخلصنا ولا الولد يتسنن ويجلس يقرا اوراده ويلتفت. قال يا ابوي كلفت عليه. قال لا اسعدتني. يقول انا ابكي وانا اشوف ولدي يقرا. يقول خدته وطلعنا من المسجد فرحان مستبشر. يقول خدت عيالي وطلعت البر وبدات توبتي من ذاك اليوم. سبة ناصر سبة هالولد ناصر الكبير. ناصر. يقول طال عمرك عمر السامعين واقعد واصير التحقت بحلقه اسلاميه في المسجد بسبة ولدي. حلقة قرآن والله حقيقيه يا اخي. يقول والتحقت في الحلقه واصير ما شاء الله تبارك الله تعلمت واصير داعيه وصرت اطلع مع الاخوان اللي يروحون الربع الخالي. زوجتي صارت على البيت على الولد وعلى اخوانه وانا صرت اروح ادعو للباديه اللي في الربع الخالي ويعلمهم القرآن ويعلمهم الايات والقران. يقول اروح مع ناس افهم مني وانا تعلمت بعض الدعوه شوي شوي. ويقول هالولد صرت ما عاد انام الا لين اشوفه. ما عاد عقب ما كان هو اكره عيالي صار اغلى عيالي عندي. لا اله. يقول يوم جاء ذاك اليوم قلت لهم ترى عندي 3 أسابيع بنطلع الربع الخالي بنروح للمخيمات وانا معي الجوال كل ما اخذت اتصل عليهم ولا اول من اكلمه بكلم هالولد. يقول يوم اخذت لي انقطع جينا في منطقه ما فيها ارسال. الاسبوع الاول الاسبوع الثاني يقول واروح لي في فوق عرق. يقول وارفع السماعه واكلم ابي الولد. قالوا نايم. يقول قلت سلموا لي عليه واكلم العيال الصغار. اليوم الثاني ادق الولد مو فيه. اليوم الثالث يقول سبحان الله انتهت حملتنا ورجعنا. يوم رجعنا ابي الولد ما كلمته. يقول يوم دخلت البيت ويقابلني عيالي فيصل واخوه. قلت وين ناصر؟ قالوا ناصر راح لله. الله اكبر. جاته حمى شوكيه وادخل المستشفى وتوفي. لا اله. يقول وانا انهار طحت قعدت اصيح ابكي بكاء مر على هالولد. يعني كان هو بركه البيت كان هو سبب نجاتي من الشيء هذا. يقول والله يا اخوان اني تزلزلت ما ادري وش اسوي. حتى يعني المرأة تهديني قالت الحمد لله لعل الله ارسل لك لكي تهتدي واخذ الله امانته. جميل. هذه رساله الله وجهك اياها فلا تغفل عنه. والحمد لله وين كنت وين صرت. اول كنت ضحوكه للناس وتضحك الناس وتستهزئ بالمعاقين الان شوف شلون الله ارسل لك هالولد وكأنه رساله. يوم ادى الولد امانته ورسالته اخذها الله وان شاء الله بتشوفها في الفردوس الاعلى من الجنه. فيا اخوان انصح اخواني وانصح الجميع بان هالامر هذا يعني الاستهزاء بالاخرين كذلك تربيه الابناء. اتعب الله ما حطنا في الارض عشان نبني بنيان ولا حطنا عشان نعطيهم اكل. حطنا على اساس نورث الارض هذه بالخير وبالصلاح بالابناء الصالحين. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهذه القصه والسلام عليكم.